السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم صحه وعافيه وتكونوا مزيانين. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو عواش مبروك حبيباتي، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه، والله يبلغنا ان شاء الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم المقروط في الفرن. هذه الوصفه هذه سبق لي تقاسمت معكم السنه الماضيه، ناجح والمقادير ديالو مضبوطه وكيجي رائع، كيجي تماما بحال اللي مقلي، ولكن هو في الفرن يعني صحي والمذاق ديالو يا سلام. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الطريقه سهله وسريعه، غتوجدوه يعني في مره واحده على شكل بسبوسه، وغتختصروا بزاف ديال الوقت والنتيجه ديالو كتجي رائعه. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله كيجي مسمد والمذاق ديالو كيجي رائع جدا. فابقوا معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو في المقروط ديال اليوم ان شاء الله، عندي هنا السميده بنوعين، يعني الغليظه وكذلك المتوسطه. انا هنا عندي مخلطه. المهم الخليط خاصو يكون ضروري فيه المزيج ديال جوج ديال انواع السميده باش كيجينا المقروط يعني مرمل وهشيش، وملي كنبسوه بالماده الدهنيه اللي عندنا فكيجي مزيون. وعندي هنايا تقريبا زلافه لارب ديال الزبده، هذه على شكل نوازيت. يعني دابا الكل كيعرف كيفاش يحضر الزبده ديال نوازيت. اولا كنستعملوا زبده حيوانيه يعني ماشي المارغرين، وكنخليوها تذوب على عافيه مهيله حتى كيتقطع منا ديك الحليب نهائيا. هكذا كنحصلوا غير على الدهن. وهنايا غادي نزيد ما تبقى من الزلافه، غادي نزيد الزيت. يعني المجموع عندي زلافه ما بين الزبده والزيت، ولكن الزبده كتكون كثر. وبالنسبه للزلافه اللي انا استخدمتها فهي الحجم كبير. بالنسبه للقياس فكتاخذوه بالزلافه، بغيتو تعملوا زلافه صغيره متوسطه كبيره، المهم القياس اللي كتاخذوه به وكتحترموه هو هذا. انا استخدمت هاد الزلافه دي تقريبا كتهز واحد 350 غرام ديال في الوزن ديالها. بغيتو تكثروا يعني تعملوا واحد الزلافه اكثر من هكذا فماشي مشكل، المهم ضروري تاخذوا القياس بالزلافه. صافي غادي نضيف هذه الكميه ديال الزبده اللي عندي. كما كتعرفوا المقروط دائما يعني كيتحضر على جوج ديال المراحل، ضروري يعني ضروري ان السميده نبسوها بالزبده هي الاولانيه ونخليوها، يعني كل ما خليتوها تشرب كيجي المقروط مزيون ومنكه. غادي نزيد هنايا غادي نستعمل واحد جوج ديال الساشيات ديال السكر منكه بزهره البرتقال. هذا خديته من المغرب، كيعطي واحد المذاق مزيون صراحه، كيجي مزيون ونيت غيعطينا واحد التحميره من هاد المقروط. وغادي نضيف واحد الكاس هكذا صغير ديال سكر البني. ما غاديش نعمل السكر العادي، غادي نعمل هذا تقريبا واحد 5 ديال الملاعق ديال السكر البني. وصافي. وعندي هنايا واحد ملعقه كبيره ديال الدقيق اللي ضروريه كتخلي لنا هذا المقروط هذا ما يتشتتش في الفران. وكذلك حتى للمبتدئات الا كنتو غادي تقليوه باش ما يتحلكمش في المقله. وصافي هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي نبسو الخليط كامل بهاد الخليط هذا اللي زيدناه ونخليوه يرتاح. صافي ملي كيصبح لي الخليط على هذا الشكل هذا، يعني الحبيبات ديال السميده تلبست لي بالماده الدهنيه، غادي نخلي هذا الخليط هذا يرتاح لي. خدمته دابا بالليل وان شاء الله عاد غادي نكمل باقي الطريقه في الغد ان شاء الله. صافي ضروري خصو يكون في واحد الوعاء مغطي، تقدروا تعملوه في شي علبه وتحكموها بالاغلاق. وفي هذه الاثناء غادي نحضروا العقده ديال التمر هكذا باش نستغلوا الوقت، باش ملي كيكون صافي كترتاح لنا السميده كتكون العقده واجده. بالنسبه للعقده غادي نعمل له التمر.
انا جزء غادي نعملو ان شاء الله بالتمر، وجزء غادي نخليه هكذاك حسبي على الشكل ديال المقروط البلدي ديالنا التقليدي، حيت في الدار كاين اللي كيعجبو بالتمر وكاين اللي كيعجبو بلا تمر. غادي نعمل التمر كيف ما قلت لكم معجون، خديته هكذا يعني هكذا بحال الوقت، ولكن تاكدوا انه يكون نوعيه جيده ويكون المذاق ديالو مزيون. انا هذا خديته من المجزره اللي متعوده انني نتسخر منها، وصراحه عنده الحاجه مزيانه. غادي نعمل واحد القبيصه ديال القرنفل، نتوما كتشوفوا معايا غير القليل، بغيتو يجي نكهه بلديه وتقليديه. غادي نزيد واحد شويه ديال القرفه حتى هي كتعطينا ديك المذاق المزيون، واحد الملعقه هكذا صغيره. وغنزيدو واحد شويه ديال الماء الزهر، ضروري كنقولوا النكهه المغربيه فهاد المذاقات هذه كتكون حاضره، يعني هكذا عينه ميزانه، واحد 2 معالق هكذا ديال الماء الزهر. والاضافه اللي غادي نزيدها واللي غادي تعطيه واحد المذاق مزيون هو هاد المربى ديال السفرجل. غادي نعمل واحد الملعقه كبيره، هذه غتعطيه واحد المذاق رائع مزيون بزاف. بالنسبه وهذا الشكل ديالها هنايا معروفه بدولسي دي ميمبريو، متواجده يعني في السوبرات كامله. بالنسبه للاخوات اللي في المغرب اذا ما كانتش متواجده كتقدروا تعوضوها بالمشماش، حبه ديال المشماش هكذاك اللي كنعسلوه كنعملوه مع اللحم، حتى هو كنطحنوه وكنزيدوه. وضروري غنزيدو واحد شويه ديال الزنجلان، عندي هنايا محمر غنزيدو حتى هو هكذا. تقدروا تزيدوا اللوز، تقدروا تعملوا قرقاع، تعملوا اي حاجه. انا بغيت يعني نخليكم هكذا في الاطار الاقتصادي، كيبقى الزنجلان يعني في المتناول. وغادي نزيد واحد القطعه ديال الزبده، يعني تكون نوعيه جيده وصافي. وغادي نخدم كل شيء ان شاء الله ونرجع معكم. صافي ملي عجنت مزيان يعني العماره اللي غادي نستخدم، غادي نحاول انني نطلقها. واستعنت هنايا بالورق ديال الفرن غيسهل عليا العمليه ديال الفرد. تقدروا تستعملوا حتى السلوفان اولا غير دهنوا يدكم بالزيت وتحاولوا تفردوها. غادي نعملها على حسب هاد المساحه ديال هاد الصينيه اللي غادي نستخدم. استخدمت هاد الصينيه عند الحواف عاليه باش تجيني، حيت نتوما كتعرفوا بان المقروط كيجي شويه عالي هكذا باش كيجي مزيانه، كتجي الحواف ديالها عاليه. حيت حنا باقي غنزيدوا له العسل وغنخليه نيت هنايا يتشرب العسل. المهم نتوما كتستخدموا اي صينيه متوفره عندكم وكتحاولوا تاخذوا تطلقوا هاد العماره هذه على حسب المساحه ديال الصينيه. وصافي هاد الورق هذا كيعاون خصوصا هكذا للمبتدئات اولا البنوتات هكذا اللي بغاو هكذا يتعلموا الطبخ، اولا حتى المتزوجات الحديثات. اما تبارك الله النساء تبارك الله عليكم كاملين كتعرفوا هذه الطريقه. المهم انا غادي نطلقها، تقدروا تعملوا الدلاك اولا غير بيدكم، هي العمليه ديال الفرد ديالها ساهله هي كتطلق. وصافي غنطلقها ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما تشرب لي الخليط نعملو هنايا في واحد هكذا واحد الوعاء كبير، واحد قصعه كبيره باش يجيني ساهل في الخدمه. وغادي نزيد له السوائل، يعني غادي نجمعو. هنا عندي نفس الزلافه اللي عمرت بها، هي غنزيد النصف ديالها كما كتشوفوا معايا، النصف ديال الماء الزهر. وغادي نكمل بالماء العادي. وبهذا الخليط هذا بهذا السائل هذا غادي نجمع. بطبيعه الحال غير كنخلطوا ما كنعجنوش، غير هكذا اي حاجه فيها السميده كنعملوا غير هكذا. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط خصو يكون على هذا الشكل هذا، يعني القوام ديالو كيبقى شويه مرخف. اذا طلب الامر انكم تزيدوا واحد الكميه اخرى من الماء فكتزيدوها على حسب السميده واش كتشرب او لا. وضروري تغطيو الخليط بالسلوفان اولا بالبلاستيك الغذائي. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نبسط واحد الجزء من العجينه هكذا في الصينيه اللي غادي نعمل، باش غادي نعمل فوق منها العقده كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنقلبها ندولوها هكذا غير بشويه، هي دغيا كتزول. وكنعملوها هكذا على هاد الوجه. شي الورقه ديال الفرن فهي كتسهل علينا صراحه هاد العمليه. وكنزولوها صافي. كنحاول انني نزول الورق غير بشويه. وبغيت نوريكم السمك ديال الطبقه ديال السميده، ما تكونش يعني سميكه بزاف باش ما كتجيش يعني سميده غلابه بزاف على الحشوه.
والطبقه ديال التمر كتكون هكذا شويه رقيقه. من بعد ما طلقت الطبقه ديال العماره غادي نبدا نعمل طبقه اخرى بنفس الطريقه. بغيتو تستخدموا هذا الورق هذا نيت اللي طلقتوا فيه التمر، طلقوها بين يعني ما بين الورق ومن بعد تعملوا هكذا. انا غادي نعمل غير هيداك تجيني سهله العمليه. بالنسبه للجزء الثاني غادي نعملو بلا عماره. اللي ما كيعجبهاش التمر اولا الا بغات شي حاجه هكذا اقتصاديه صافي كتعملوا كويره، وضروري كدوزوها شويه في السميده وكتستعملوا هاد الطابع هذا ديال المقروط. اللي بهذه المناسبه كنشكر اختي الحبيبه اللي فيها اختي وفيها خالتي وكذلك مرات خي، كنقول لهم شكرا جزيلا صراحه. صيفطوا لي هاد التويشيات من المغرب، هما متواجدين في امازون. هنايا صراحه ما جبرتش هاد الشكل هذا، كاينه في امازون ولكن الثمن ديالهم يعني مرتفع بزاف بالمقارنه مع المغرب. تقريبا في امازون انا جبرتهم 15 ديال اورو، في حين ان في المغرب الثمن ديالهم جد مناسب. وكنقول لهم شكرا جزيلا بهذه المناسبه، كنقول لهم الهلا يخطيكم عليا. وصافي كتضغطوا هكذا وصافي كتخرج هكذا الشكل ديالها بهذا الرشيمه. انا اخترت هذه الرشيمه هذه. شوفوا ضروري تعملوا السميده باش ما تلصق لكمش بزاف، واخا انا استعملت سميده فكيبقى شويه في الطابع، وعلى حسب الذوق ديالكم. وصافي انا غادي نكمل. فرن في هذه الاثناء كيسخن، يعني ما يكونش درجه الحراره مرتفعه، يعني تقريبا 160 170 بركه. وصافي غادي نزينو نفس الطابع اللي عملته. صافي غير كتعملوا هكذا وكتضغطوا عليه باش تعطينا نفس الزواقه. تقدروا تخليوها هكذاك حسبي بلا طابع على حتى شي حاجه. يمكن عاود تعملوا له نقيشه هكذا بالملقط اللي كنعملوا به الحلوى د التمر، الملقط البلدي العادي. وصافي انا غادي نكمل على هذه الطريقه هذه وندخلوا الفران ونرجع معكم ان شاء الله. المقروط ديالنا حبيباتي ها هو وجد. التحميره فيه جات مزيونه بزاف، يعني ديك الكميه ديال السكر اللي ضفناها فهي عملت المفعول ديالها وخلاتو جات محمر مزيون. اكيد اذا كنتو كتفضلوا المقروط يكون مقلي فما كتزيدوش نهائيا السكر. بالنسبه للعسل اللي استخدمت عملت هذه ديال الورد ديال ميركادونا، المذاق ديالها مزيون بزاف ولذيذ وكتواتى بالخصوص مع المعسلات اللي كيكون فيها ماء الزهر. الكميه ديال العسل كتبقى على حسب الذوق. طبعا المقروط خصو يجي متشرب العسل باش كيجي مزيون وكيزيد يهشش ملي كيتشرب ديك العسل وكيبرد. حتى كيبرد تماما عاد كتقطعوه وكتحتفظوا به في علب محكمه الاغلاق. غادي نحاول نقطع معكم واحد الوحيده، واخا هو كل ما بقى كل ما كيتشرب العسل وكل ما كيجي هشيش اكثر، وحتى في التقطيع كيجيكم ساهل. ولكن انا بغيت نوريه لكم هكذا وهو ساخن باش تشوفوا تبارك الله كيفاش يعني جا هشيش ومسمد. الحبات ديالو كيفاش كيجيو مسمدين وهشاشين، والمذاق ديالو يا سلام واحد الرائحه في المطبخ. ان شاء الله تجربوه ويرجع معتمد عندكم وتستمتعوا بالمذاق اللذيذ ديالو، كيجي روعه بما كان. وحتى هذا اللي خليته حسبي، يعني ما عملت له لا عمره لا حتى شي حاجه، حتى هو عملته في هذا الوعاء وغادي نعمل عليه واحد الكميه ديال العسل. اكيد بالنسبه للناس اللي كيتبعوا حميه غذائيه او لا كيقللوا من السكريات ممكن انهم يعملوا غير شويه ديال العسل، يعني واحد الكميه قليله او لا غير خويط هكذا ديال العسل، غير باش يجي هكذا واحد المذاق فيه مزيون. هو اصلا كيجي لذيذ بديك سكر نكهه البرتقال، كيعطيه واحد المذاق رائع جدا. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله كيجي غزال بزاف من الداخل، والحبيبات ديالو مسمدين وهشاشين وكيذوبوا في الفم. المقروط ديالنا حبيباتي ها هو وجد، جا غزال بزاف، جا في المذاق ديالو رائع وجا مسمد وهشيش. هذه اهم حاجه خصها تكون في المقروط، انه يجي شارب العسل ويجي هشيش. ونتلاقاكم فيديو مقبل ان شاء الله مع وصفه جديده واقتراح جديد يكون سريع التحضير واكيد يكون لذيذ. مع السلامه والى فيديو مقبل بحول الله.